السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهاردة هنعمل كنافة بلدي جميلة جدا. كنافة بلدي يا حبايبي، شوية دقيق بسيطة جدا هنقدر نعمل الكنافة البلدي ديت. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده اللهم بارك، اللهم صل على النبي. نعملها في البيت مش فيها مقادير بسيطة جدا، هو دقيق وملح بس للكنافة البلدي. البلدي غير الآلي يا حبايبي، الآلي بيحط عليها إضافات، أما البلدي بتبقى إيه؟ مش عليها إضافات غير الملح بس والمية والدقيق. تمام. إحنا هنا هندخل الدقيق زي ما أنتم شايفين، دخلنا كمية الدقيق اللي إحنا عايزين نعملها. بصوا بقى كمية الدقيق، هقول لكم أنا عملت قد إيه، كام كوباية دقيق، هعبرهم معاكم دلوقتي. تمام. صلوا على النبي كده وحطوا اللايك واعملوا مشاركة للفيديو. بصوا يا حبايب قلبي، هنا انا بعبر كوبايه الدقيق كده اهو. بصوا كوبايه دي بس، احنا هنضيف الماء الاول. تمام. معانا في شفشق الخلاط هنضيف كوبايتين ونص من الميه. تمام. وثلاث كوبايات دي، ولو احتاجنا ميه هنحط. تمام. حطينا هنا كوبايه بنفس الكوبايه اللي هنعاير بها الميه، هي اللي احنا هنعاير بها الدقيق، هي اللي هنعاير بها كل حاجه اهي. المج اللي هو بتاع الشاي ده كده اهو. يا ريت لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك للقناه واضغطوا على كلمة الكل علشان أي وصفة جديدة أنا بنزلها توصل لكم حبيب قلبي. أهو نفس الكوباية اللي عاير بها الدقيق اللي عاير بها المية، هنحط 3 كوبايات من المية. كوبايتين ونص مية، 3 كوبايات دقيق، ولو احتاجنا مية بنحط. أدي كمان حطينا كوبايتين مية، هنحط كمان نص كوباية، كوبايتين ونص من المية. تمام كده. تعالوا بقى عشان نعاير الدقيق، هنعاير الدقيق بنفس الكوباية. في هنا كمان شوية ملح، هنحط حوالي معلقة صغيرة من الملح، لازم نطعم الحاجة. شوية ملح صغيرين كده في الخلاط. وبعد كده بقى ايه، هنشف الكوباية ونعاير الدقيق بنفس الكوباية اللي احنا عايرنا بها المية. تعالوا بقى كده يا حبيب قلبي، هنعاير الدقيق اهوت بنفس الكوباية زي ما انتوا شايفين اهوت، بنفس الكوباية هنعاير الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كوباية كده يعني مش هرمية اهو. بصوا كده، وهنضيفها في الخلاط. بصوا يا حبايبي، ادي كوباية، احنا قلنا كوبايتين ونص مية، 3 كوبايات دقيق، ولو احتاجنا بنحط ميه تاني. تمام. وهقول لكم انا حطيت ميه قد ايه عشان ما تتلخبطوش. هقول لكم انا حطيت ميه قد ايه بالظبط. العجينه بتبقى زي قوام عجينه القطايف كده، وقطره شويه صغيره. بصوا كده انا هنا حطيت ايه، حطيت اللهم صل على النبي كوبايتين من الدقيق كده، 2. هنحط كمان التالتة اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبيبي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حاجه كده كنافه، بدل ما تشتروها من بره ساعات بتهف الكنافه البلدي، والناس اللي هم مغتربين مش هيعرفوا يعملوا الكنافه، وهتعملوها بطريقه سهله وجميله جدا. هوريكم انا عملت ايه، كل حاجه انا هوريها لكم. اهو كده حطيت 3 كوبايات من الدقيق اهو. بصوا كده بقى، هنقلب بقى الدقيق كده في الخلاط عشان الخلاط يسهل علينا يشتغل. تمام كده اهو. بصوا انا بقلب الدقيق اهو عشان بس نسهل على الخلاط، وهنضربه في الخلاط. تمام. لو احتاجنا ميه زي ما بقول لكم احنا بنحط ميه، بس اهم حاجه نسيب العجينه بتاع ربع ساعه تريح، ما نشتغلش بقى على طول. تعالوا بقى نضرب ده كله في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده اهوت. بصوا نضرب كل الحاجه دي في الخلاط اهي مع بعضيها، شايفين اهوت كده يا حبايبي اهي. بصوا القوام ده، احنا حطينا هنا حوالي حطينا 3 كوبايات من الدقيق، كوبايتين ونص ميه، زودنا نص كوبايه تاني لان العجينه جابسه كده، فهي قوام العجينه بيبقى كده. تمام. قالوا بقى نصفي الخليط بعد ما ضربناه في الخلاط. لازم نصفيه عشان لو في تكتلات بردك هنصفيه ونسيبه يريح حوالي من 10 دقايق لربع ساعه عشان نشتغل بيها. تمام. اهو اهم حاجه ان احنا نصفيها، نصفي العجينه عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات خالص كده. بصوا اهيت. بعد ما صفيناها كده هنحطها في الخلاط تاني. ليه؟ علشان هنحطها فين، هوريكم هحطها فين دلوقتي. وهنسيبها تريح كده حوالي زي ما قلت لكم ربع ساعه و10 دقايق، وبعد كده نشتغل بيها. معانا هنا ازازه، هناخد الغطا بتاعها كده. تمام كده. وهنسخن المسمار ده على النار، هنخرم خرم واحد بس، حابين تخرموا 3 خروم
مفيش مشكله، بس احنا هنخرم خرم واحد بس فيها كده علشان نشغل بيها الكنافه، ترش الكنافه. زي ما انتم شايفين كده احنا بنرش الكنافه اهي، بسم الله ما شاء الله. هو خرم واحد في الازازه هيخلي الحاجه زي العسل. حابين تعملوا 3 خروم مفيش مشكله. بصوا كده، حابين تشبكوها ببعضيها كده اهي. يا حبيب قلبي بسم الله ما شاء الله. يا ريت تحطوا اللايك وتشاركوا الفيديو. زي ما انتم شايفين كده يا حبيبي، بصوا بسم الله ما شاء الله اهيت. بصوا جميله عسل اهي. تطلع معانا كنافه بلدي جميله جدا. اللهم صل على النبي. بس اهم حاجه نضغط على الازازه عشان تنزل كميه حلوه كده، تبقى خط ايه، مش رفيع قوي ولا تخين قوي. بصوا زي ما انتم شايفين اهوت. الناس المغتربين اللي بيبقوا بره ونفسهم في الكنافه البلدي، تطلع معانا الكنافه بلدي جميله جدا. الله اكبر. علشان النار بس سخنه، نطلعها بالسكينه كده تطلع معانا عسل كده. بصوا اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين كده اللهم صل على النبي، طالعه الكنافه مستويه وجميله. كنافه البلد العسل بتاعت الكوز اللي بتبقى جميله جدا، بتهف علينا كلنا وبتبقى بس نفسنا فيها والله العظيم. بصوا بسم الله ما شاء الله، عسل وطريه وجميله. الله اكبر. كده يا حبايبي بعد ما خرجت بقى وعملناها وظبطناها، جميله جدا الكنافه البلدي. بصوا طريه وجميله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عامله ازاي بسم الله ما شاء الله.